السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبنا؟ عاملين ايه؟ حبايبنا وطلابنا في كل مكان، ربنا يا رب يوفقكم للخير، اللهم امين. معاكم دكتور همام علي في اول سيشن من الكورس التأسيسي اللي انا كنت قايل لكم عليه. طيب احنا هنتكلم عن ايه؟ بصوا كده واحدة واحدة كده، ما تاخدش الموضوع بستريس قوي، لا الموضوع بسيط جدا. احنا هنتكلم عن حاجات، في حاجات قديمة انتوا خدتوها وفي حاجات جديدة ما خدتوهاش ولسه هتاخدوها في المنهج، بس انا بقولها لكم علشان نبقى واخدين عنها فكرة، نبقى فاهم. انت مش داخل كده، لا انت داخل وعارف انت هتاخد ايه، عارف ان الحتت دي عليك، عارف ان الحتت دي هتساعدك، فلما تاخدها مرة قبل ما تاخدها بالتفصيل هتفرق معاك، هتفرق جدا والله. عارف انت لما بتحضر الحاجة قبل ما تروح، فاهم، انت بتبقى عارف واخد خلفية انت هتاخد ايه، ده بيسهل لك الدنيا خالص، عقلك اصلا بينظم الحاجة. طيب واحدة واحدة كده، سموا الله، يلا بسم الله الرحمن الرحيم مع بعض كده. بصوا اول حاجة احنا بنتكلم في اولى ثانوي في الاول كده عن واحده واحده اهو، بسم الله. اول حاجه هنتكلم عن الخصائص الكيميكال بروبرتيز والفيزيكال بروبرتيز والبيولوجيكال بروبرتيز بتاعه الميه. طب الفيزيكال والكيميكال فاهمينها، ايه البيولوجيكال؟ البيولوجيكال قصده الكائنات اللي عايشه، الكائنات اللي عايشه في الميه، وهنتكلم عليهم وهنتكلم عن الحاجات دي كلها. طيب واحده واحده كده، بيقول لي ان الووتر او الووتر طبعا بالامريكان has a unique properties، عندها خصائص مميزه that support life، اللي بتدعم الحياه. الميه عندها خصائص مميزه جدا جدا يا جماعه. طب مثلا كيميكالي هي بتدوب ميني كيميكال كومباوندز، هي عندها القدره ان تدوب مركبات كتيره جدا، في مركبات كتيره بتدوب في الميه، هي اكتر حاجه بتدوب اصلا الميه. طب يا مستر فيزيكال بروبرتيز زي ايه؟ الميه هي الماده الوحيده اللي ممكن توجد في 3 حالات في نفس الاوضه في نفس المكان. يعني انت قاعد في اوضه، واحد صاحبك معاه ازازه ميه بيشرب منها، ده ليكويد ستيت. انت معاك ازازه ميه بس لسه مجمده، لسه متلجه، لسه ما فكتش، ده سوليد ستيت. حد تاني معاه كوبايه شاي بيطلع منها بخار، طلع منها بخار، او حد مشغل الكاتل فطلع منه بخار، ده جاز ستيت. يبقى الميه exist in 3 states، solid وليكويد وجاز، في الرينج temperature of the earth، في نفس درجه حراره الارض، نفس درجه حراره الاوضه، الروم temperature. طيب biologically essentially for the continuity of life، هي مهمه لاستمرار الحياه. الميه مهمه لاستمرار الحياه طبعا، من غيرها هنموت. طيب وخلقنا من الماء كل شيء حي. طيب جيف ريزون، هو طبعا مش عايزين جيف ريزون، مش كجيف ريزون، معلومه احنا بناخدها كانفو كده، معلومه. طيب بيقول لي هنا ان الووتر necessary for the continuity of life on the earth، الميه مهمه لاستمرار الحياه على الارض. ليه؟ طب ليه؟ اصل الميه، بصوا كده، ده انا هكبر الصوره شويه بس، ده سيل، دي سيل، انا ارسم اهو، دي سيل بتاعت كائن حي، بني ادم، سمكه، حيوان، وات ايفر. في حواليها غلاف، هعمله بس دبل، هو دبل ممبرين، غلاف. الغلاف ده اسمه السيل ممبرين، تمام، او البلازما ممبرين. الغلاف ده ايه اللي بيحصل؟ في حاجات بتدخل عشان السيل تاكل وتشرب وتتغذى، وحاجات بتخرج، الفضلات، النيوترونز، العناصر الغذائيه بتدخل مع الاكسجين عشان الخليه تاكل وتتنفس، والويستز، الفضلات بتطلع مع الكربون دايوكسيد برضو من الفضلات. طب هو ازاي دخل وازاي طلع؟ هو الخليه هتدخل وطلع كده؟ لا، بالميه، الميه هي اللي ساعدت. فبيقول لي هنا الووتر باسز ثرو سيل ممبرين، الميه بتعدي من السيل ممبرين، من الانفايرمنت، من البيئه. يعني شايفين النيوترونز، دي اختصار نيوترونز، النيوترونز الاكسجين ده بيبقى داخل دايب في الميه، والويستز والكربون دايوكسيد خارج وهو دايب في الميه، الدم بيشيله وهو دايب في الميه. طيب يبقى من البيئه to inside the cell carrying the substance، هو اللي بيشيل المواد، الميه يعني هي اللي بتشيل المواد، needed to produce energy inside the cell، وتدخل جوه الخليه عشان تديها طاقه. يبقى النيوترونت والاكسجين بيدخل، الميه بتشيله، الووتر كاري الحاجات دي وتدخلها جوه السيل، والسيل تعمل انرجي وتاخد الطاقه، تاخد الاكل ده وتعمل طاقه وتعمل مش عارف، وتروح مطلعها الفضلات. طب تطلعها ازاي؟ برضه عن طريق الووتر اهي، from inside the cell of the cell to outside، eliminate بتخرج، extract بتخرج الويست برودكتس، المخلفات. طيب الهيدروسفير،
الهيدروسفير هي represent liquid water on the earth surface. نسبة المية الليكويد على الأرض. طب الهيدروسفير هي المية قد إيه؟ بصوا كده، لأن الهيدروسفير المية أصلا بتمثل 70% of the earth surface. المية 70%. إيه ده 70% مية؟ أمال 30% لاند، أراضي، أرض بقى وصحراء وجبال وكده. 70% هي المية. طيب المية متقسمة مارين وفريش. مارين ووتر اللي هو السالت ووتر اللي هي المياه المالحه. طب دي كام في المية؟ 97%. 97% ميه مالحه اللي هي الاوشنز، المحيطات، السي، البحيرات، السالت ليكس، البحار السالت ليكس، البحيرات المالحه. كل ده مارين ووتر. امال الفريش ووتر هي ال 3% الباقيه بقى 3%. يعني الفريش ووتر اللي احنا فرحانين بيها بنشربها 3%. واقول لك حاجه، هي 1% موجوده ريفر وليكس وجراوند ووتر، مياه جوفيه تحت الارض وبحيرات وريفر 1%. انما الباقي اللي هو 2% بقى الكرايوسفير. ايه الكرايوسفير دي؟ المياه المتجمده. ايه ده؟ المياه المتجمده انت مش قلت ليكويد؟ لا، ما احنا بنتكلم على المياه، ما هي المياه المتجمده دي بتسيح تبقى مياه في الاخر. الجبال، الايسبرج والحاجات دي. طب الكرايوسفير، ايه رايكم تعالوا نحل كام حاجه كده مع بعض ونشوف كده الدنيا ماشيه ازاي. خدنا حاجات بسيطه قوي، خدنا حاجات يعني معلومات، مجرد معلومات هبله كده، وانتم ما شاء الله. بيقول لي what is the percentage of water that covers the earth surface؟ ايه نسبه الميه اللي ما احنا لسه قايلين نسبه الميه اللي بتغطي الارض 70%. طيب امال لو كان قال لي مارين ووتر، مارين ووتر يبقى هو بيتكلم عن الميه المالحه بس 97. طب الفريش ووتر 3%. طيب اللاند 30%. الكرايوسفير contain water in the estate. الكرايوسفير لسه قايلها لكم. ايوه صح، السوليد، الايسبرج بقى والجبال التليك والحاجات والجبال اللي هي الثلجيه، صح؟ solids. Which of the following make water support life؟ مين في ده في الاختيارات دي بتخلي الميه بتدعم الحياه، بتساعد في استمرار الحياه؟ من غيرها هنموت كلنا. الability to dissolve all chemical، قدرتها ان هي بتذوب كل المواد، ولا ability to evaporate quickly ان هي بتتبخر بسرعه، ولا ability to stay in the solid state for long time، قدرتها ان هي تفضل solid state فتره طويله، ولا ability to exist in 3 states؟ تفتكر انهي واحده فيهم بتساعد؟ حد يقول يا مستر انت كنت قايل لنا لما بتاخد المواد وتدخلها جوه السيل وبعد كده تاخد الفضلات تطلعها. طب هي تاخد المواد ازاي؟ عن طريق ان المواد دي بتدوب فيها. يبقى صح الابيليتي تو ديزولف اول كيميكالز، عندها القدره ان هي بتدوب المواد الكيميائيه فيها، عشان كده بتقدر تاخدها جوه السيل وتقدر تخرجها من بره السيل. ما هي دايبه، عارف انت، دابت في الميه، فالميه تاخدها وتطلعها براحتها بقى. طيب study the following figures and answer. which symbol represents the hydrosphere؟ في دولت من الهيدروسفير عندنا نسبه الاي والبي والسي. الهيدروسفير اللي هي الميه اكيد الكبيره، يبقى مين؟ طب ثانيه يا مستر، السي لوحدها ولا السي والبي؟ لا السي والبي. ليه؟ ما هو عشان في واحده فيهم هتبقى مارين ووتر وواحده فيهم هتبقى فريش ووتر. طيب which symbol represent السي ووتر اللي هي السالت ووتر؟ اكيد السي اكتر واحده، امال الملح. طيب اوكي، في حاجه مهمه قوي في الميه، هي في المواد كلها مش الميه بس، اسمها البي اتش. ايه البي اتش ده؟ البي اتش ده اختصار كلمه الباور اوف هيدروجين، تمام؟ او البوتنشال اوف هيدروجين، انا مش فارق معايا اختصاره، هو البي اتش ده. البي اتش ده هو اللي بيخلينا نميز اذا كانت الماده اسيد ولا بيز، اللي هي الكلاين. لو تفتكروا كنا زمان بقول لكم ان في بعض المواد تحطوا فيها الليتمس بيبر، الماده تطلع الليتمس بيبر يطلع لونه كده. بصوا يا دكاتره، كان في المواد ديت لو انا حطيت فيها الليتمس بيبر الاقي ان الليتمس بيبر بقى لونه، اللون اللي هو الحته اللي اتحطت اهو بقى لونه ريد. المواد دي كنا بنسميها اسيد. في مواد تانية لما كنا بنحط فيها الليتمس بيبر كان الليتمس بيبر بيتحول للون البلو وكنا بنسميها البيز او الالكالاين، تمام؟
يبقى انا عندي اسيد وعندي بيز اللي هو الالكلاين. ده مواد ودي مواد. طب يا مستر ثانيه واحده كده، الميه ده ولا ده؟ هنشوف دلوقتي، هنعرف دلوقتي. احنا بقى بنتكلم ازاي اعرف حاجه اسيد ولا بيز من غير الليتمس بيبر، بحاجه اسمها البي اتش. ايه البي اتش ده؟ البي اتش ده اختصار كلمه باور اوف هيدروجين، نسبه الهيدروجين. اصل الميه رمزها ايه الميه؟ H2O اللي انا كنت بقول لكم زمان، مش زمان ولا حاجه، كنت بقول لكم السنه اللي فاتت HOH، يعني بتتكون من H اهي OH اهو. H ده بيبقى بوزيتيف واتش نيجاتيف، سيبك من الشغلانات دي. البي اتش اللي هو البي اتش ده، هو البي اتش قصده ده، قصده نسبه ده ونسبه ده، هو قصده كده بالبي اتش. طب العلماء عشان يعرفوا اسيد ولا بيز ولا متعادل ولا ده ولا ده، يعرفوها ازاي؟ راحوا محددين البي اتش، قالوا ده هيبقى من 0 لحد 14، رقم كده من 0 ل 14. و 0 1 2 3 4 5 6 7، من اول 0 لحد 6 اي بصوا بقى، لو انا جبت اي ماده قست البي اتش بتاعها لقيته من 0 او 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6، ده يبقى اسيد. نكتبه بقى باللون بتاعه، نكتبه باللون بتاعه اهوت، ده يبقى اسيد لو من 0 لحد 6. طب افرض بقى هو كان 8 9 10 11 12 13 14، من 8 لحد 14 ده هيبقى بيز او الكلاين، يبقى ده اسيد وده بيز او الكلاين. ثانيه حد كده بقى يقول لي طب امال 7، ربنا يبارك لك صح، ولا ده ولا ده، امال بنسميه ايه ساعتها؟ ده بين البنين. يعني ايه بين البنين؟ انا هسميه نيوترال، متعادل. يبقى انا لو معايا ماده والماده دي عايز اعرف هي اسيد ولا بيز ولا نيوترال، اقيس البي اتش بتاعتها. البي اتش بتاعتها لو كانت 0 او 1 او 2 او 3 او 4 او 5 او 6 يبقى اسيد. طب البي اتش بتاعتها لو كانت 8 9 10 11 12 13 14 يبقى بيز. طب لو كانت 7 تبقى نيوترال. تمام؟ طب في دليل؟ طبعا في دليل. لو انا جبت ماده وقست البي اتش لقيته 3 يبقى اسيد. خد بقى الماده اللي انت شاكك فيها دي، ممكن تكون انت غلطان مش اسيد، حط فيها ليتمس بيبر، لازم يطلع ايه؟ لونه ايه؟ الاسيد قلنا بيطلع ايه؟ ريد، صح؟ لونه ريد اهو. طب جبت ماده قست البي اتش لقيته 11 بس انت مش متاكد، هات ليتمس بيبر وحطه فيه في ال 11 دي اللي احنا بنقول عليها بيز بس انت مش متاكد، هتلاقيه طلع لونه ايه؟ بلو. حد يقول لي امال النيوترال؟ ولا ما بيغيرش لونه، يعني الليتمس بيبر يفضل لونه زي ما هي، ولا يبقى ريد ولا يبقى بلو، يفضل لونه زي ما هو ما يتغيرش. طيب تمام، تعالوا نرجع كده لحاجتنا تاني اهي، تعالوا نشوفها اهو. طيب اهو يا جماعه، البي اتش هو graduated measurement from 0 to 14، يعني هو قياس من 0 ل 14، وهو بيعرفني نسبه الهيدروجين ايون الاتش بوزيتيف اللي انا قلت لكم عليها من شويه، الاتش اللي هي في الميه يعني. in the solution to know if the solution acidic acid يعني، ولا basic base، ولا neutral. تمام. طيب من 0 لحد 6 ده بيبقى acidic، وده ساعتها بيبقى الاتش اكتر من او اتش، مش احنا قلنا الميه اتش او اتش، الاتش اكتر يبقى اسيد. طب لو كان 7 يبقى نيوترال. طب لو كان 8 9 10 11 12 13 14 يبقى بيزك، وساعتها الاتش اقل. ما هي بصراحه الاسيد يعني اتش، حتى لو تفتكروا زمان كنت اقول لكم الاسيد لازم يبدا باتش، هنعرف بعد كده ان مش لازم. يعني مثلا HCl ده بادئ باتش صح؟ اسيد. H2SO4 ده بادئ باتش صح؟ اسيد. طيب ثانيه، لو انا جيت قلت لكم NaOH ده بادئ باتش؟ لا، امال في ايه؟ OH كتيره، يعني الOH اكتر من اتش، يبقى ده ايه؟ بيز، صح؟ تمام. طب KOH، طب الOH مفيش اتش وفي OH يبقى بيز برضو. طيب فهنا بقى بيقول لي ان الميه، في ميه اسيد وفي ميه، بصوا بقى بيقول لي حته كده بقى ايه، الكلاود ووتر، ميه السحب دي اسيدك. لما جينا نقيس ميه السحب لقينا ان هي من 4.5 ل 5 اسيد. ما هو اسيد، انتوا عارفين ليه؟ عشان الكربون دايوكسيد اللي خارج من المصانع والعربيات. كربون دايوكسيد خارج عمل سحابه، عربيه كار مطلعه كربون دايوكسيد اهو، عربيه
الشكمان بتاع العربيه مطلع دخان، عمل سحابه مع الميه بخار، راح عمل سحابه. السحابه دي اسمها كلاود ووتر. اللي قسنا البي اتش بتاعها لقيناه 4.5 او 5، اللي احنا بنسميها بعد كده بتنزل امطار حمضيه. فاكرين الكربونيك اسيد، المطر الحمضي الاسيديك رين؟ طيب مش موضوعي. طب امال النيوترال ده الديستلد او البيور ووتر بتبقى 7 بالظبط. تمام. وفي الفريش ووتر برضو من الرقم ده للرقم ده، يعني قريبه من النيوترال، ممكن تبقى ويك اسيد ويك، يعني في ناحيه النيوترال برضو. امال البيزك زي السي ووتر ميه البحر بتبقى 7.5 او 8.4، برضه رقم بسيط، مش بيز قوي يعني، بس برضه بيز. طب الجراوند ووتر از نيوترال اور الكلاين؟ الجراوند ووتر الميه اللي تحت الارض بتبقى نيوترال او الكلاين حسب نوع الصخور اللي حواليها. في صخور تخليها نيوترال وصخور تخليها الكلاين. مش موضوعي، خلاص ما فهمنا البي اتش. طيب حاجه هنا بيتكلم بقى عن الهيت، الحراره وانتقال الحراره. ايوه بالظبط. لو انت عامل لنفسك كوبايه شاي كده ورحت ماسك كوبايه الشاي بايدك، هتحس بايه؟ ان انت ماسك حاجه سخنه ممكن تتلسع، بس انا مش قصدي تتلسع، انت مسكتها شويه. لا هي مش انت مسكتها شويه، تيجي بعد كده تلاقي ايدك سخنه. عارف انت لو حطيتها في قفا اخوك ولا تلاقي ايدك سخنه، ايه اللي حصل؟ الحراره انتقلت من الحاجه السخنه الشاي راحت لايدك، لان الحراره عندها خاصيه ان هي بتنتقل من الهاي temperature لللو temperature. يبقى الحراره بتنتقل من الهاي temperature لللو temperature، من اللي عنده من الهوت للكولد، يعني من الهوت للكولد. عشان كده انت لو مسكت ازاز تلجايه بتلاقي التلجه بتسيح. طب التلجه بتسيح ليه؟ لان الحراره مشيت من ايدك انت السخنه راحت للتلجايه اللو للكولد، فتبدا تاخد حراره فتسيح وتحس انت بالسقعه ساعتها. طيب ازاي الحراره تنتقل من الهاي لللو؟ بثلاث طرق. الحراره بتنتقل يا اما بحاجه اسمها الكوندكشن، يا اما بحاجه اسمها الكونفكشن، يا اما بحاجه اسمها الراديشن. خدناها قبل كده صح؟ واللي مش فاكر ما يقلقش، انا كده هنقولها. يبقى الحراره بتنتقل بالثلاث طرق دولت، يا كوندكشن يا كونفكشن يا راديشن. نمسك واحده واحده كده. ايه الكوندكشن؟ اصغر لكم بس سنه. طيب بصوا يا حبايبي، الكوندكشن هي عباره عن الهيت بينتقل، الهيت ترانسفير ان ذا سوليد، المواد الصلبه، او بتوين تو اوبجكت، او ما بين جسمين بس برضه مواد صلبه. فاكر انت كوبايه شاي لما جيت مسكتها من بره، ماما مثلا بتعمل الاكل راحت قالت لك روح قلب، وانت اتسهيت شويه كده، رحت جيت تمسك المعلقه تلاقي نفسك اتلسعت مش قادر خلاص. او تيجي تمسك الحله وهي سخنه. عارفين ابو زياد بتاع التيك توك، غدانا يا اولادنا النهارده مش عارف يروح ملسوع قوي، هو كده بالظبط. اهي اللمسه دي اسمها كوندكشن. لما انت بتلمس الماده الصلبه دي اسمها كوندكشن. يبقى الكوندكشن هي انتقال الحراره في المواد السوليد، المواد الصلبه. انا امسك مواد صلبه، الهيت ترانسفير، الحراره بتنتقل، اتس ترانسفير فروم البارتيكل اوف هاير تمبريتشر للبارتيكل اوف لور تمبريتشر، يعني بتنتقل من الهاير لللور without movement of particle، من غير حركه ايه؟ بدون حركه الجزيئات. طيب الكونفكشن الهيت ترانسفير ثرو فلويدز، اللي هي ايه؟ الليكويد والجاز. الفلويد هنا مش الليكويد بس يا جماعه على فكره، عشان احنا كنا زمان بنضحك عليكم ونقول لكم الليكويدز هي الفلويدز بس، لا ده في الجاز كمان. ايه ده؟ يعني الفلويدز هنا ليكويد وجاز. طيب يبقى الحراره برضو بتنتقل من هاير تمبريتشر للور تمبريتشر. بس ثانيه بقى، في حاجه عارفين دايما بنحط التكييف فوق، التكييفات بتاعتنا نحطها فوق، الفريزر في الثلاجات يبقى فوق. طب ليه؟ اشمعنى يعني؟ اشمعنى الحاجه دي بتبقى فوق؟ حد يقول لي ما الفريزرات في فريزر جديد تحت. لا انا بتكلم على المعظم، النورمال، الغالبيه فوق. بص يا حبايبي، انا كنت عايز لكم قماشه نجيبها حته جديده ديت، صفحه اهيت، تمام. بصوا كده معايا، لو انا جيت قلت لكم دي اوضه، الاوضه دي حاطين فيها التكييف كده فوق اهو، والتكييف اقول لكم حاجه بس، حاجه معلومه تبقى ثابته بس. عارف انت في نار شغاله كده، معلش دي نار اعتبروها كانها نار يعني وحطب، معلش سامحوني. الدخان اللي طالع بيطلع لفوق ولا بينزل؟ انا حتى قلت الدخان اللي طالع صح، بيطلع لفوق.
طالع لفوق. ليه؟ اصل الهوت مولكيولز الحاجه السخنه دايما بتتحرك اب لفوق. عشان كده المنطاد، البالون المنطاد الضخم ده بيبقوا حاطين فيه حاجه سخنه كده، حاجه عامله زي النار كده بتولع في مش بتسخن الهواء، فالهواء يبقى هوت سخن، والهواء لما يبقى هوت يطلع لفوق. امال الهواء البارد ربنا مديله خاصيه انه ينزل لتحت، يبقى الهوت بيطلع. امال الكولد عكسه بقى، اكيد ما هو اكيد عكسه هينزل، يبقى ده بيطلع وده بينزل. دي خاصيه على فكره ثابته في الحياه. انت وانت ماشي، عارف انت في الشتاء لما تبقى ماشي كده في الشارع ويبقى الدخان طالع من بقك، هل الدخان بيطلع لفوق ولا بينزل لتحت؟ بيطلع. طب افتح الفريزر كده هتلاقي الهواء الساقع اللي من الفريزر نازل لتحت. افتح الثلاجه هتلاقي الهواء اللي جاي من الفريزر او اللي نازل لتحت. يبقى الهوت بيطلع والكولد بينزل. حلو، عشان كده التكييف حطيناه فوق. ليه بقى؟ لان احنا اهو طالع من بقنا هواء سخن هوت فبيطلع، مين يستقبله فوق؟ التكييف، فياخد الهوت وينزله لنا كولد او يديه لنا كولد، والكولد ايه؟ ينزل فنحس بيه. فهمت الحته دي؟ فهمتها؟ تاني تعملها بطب الوان. طيب بص يا حبايبي، زي ما قلنا كده الهواء السخن بيطلع من جسمنا بيبقى هوت. اللي طلع هوت. امال اللي نازل، احنا قلنا اللي نازل كولد، عشان كده التكييف فوق. وعشان كده الدفايه، لو احنا بقى سيبنا بقى ده وحطينا دفايه، الدفايه بتتحط تحت. ليه الدفايه؟ عشان الهواء الساقع، خلاص بقى سيبك من الحاله دي، واحد اهو موجود، الهواء الساقع هينزل على الدفايه، ما هو الهواء الساقع كولد بينزل، والهواء السخن هيطلع الهوت، فالاوضه تبقى كلها سخنه. طيب عشان ما اطولش عليكم في الحته دي، خلاص ما تلخبطوش نفسكم، ده بيحصل اسمه ايه؟ ده اسمه كونفكشن. هو ده كونفكشن. لما تحط الاندومي، عارف انت لما تحط تسلق بيض ولا الاندومي مثلا، طبعا الاندومي مش بنعمل له اعلان نقول له هو احنا عارفين اللي فيها، يعني انتوا عارفين اللي فيها برضه. طيب الاندومي او النودلز او البيض المسلوق ده لما نحطه في الميه تلاقي الميه بتغلي والميه تبقلل، عارف انت الميه بقى تعمل بلبق كده بالظبط كده، تطلع وتنزل. اللي بيحصل الميه هنا الحاجه سخنه قوي، النار هنا اهو، فهنا هوت وهنا عند الهواء كولد، يبقى هنا هوت وهنا كولد. وانا لسه قايل لكم الهوت بايه؟ صح بيطلع، والكولد بايه؟ بينزل. عشان كده تلاقي الشوربه بتقلب نفسها بنفسها. انت مش هتلاقي ماما بتقعد تقلب الشوربه كل شويه، غير الرز غير المكرونه، ما بتقلبهاش، هي بتسيب الشوربه تقلب نفسها، بتحط الحاجه وهي تقلب نفسها. ليه؟ لان الميه فلويدز بتطلع وتنزل، وهنا الجاز برضو بيطلع وينزل، ده اسمه كونفكشن. اسمه ايه؟ كونفكشن. طيب يا دكاتره حلو قوي. الراديشن بقى، الراديشن الحراره بتنتقل in the form of electromagnetic radiation، ودي هناخدها بالتفصيل، عشان كده اسمها راديشن electromagnetic radiation. دي اللي جايه من الفضاء. سيبك بقى من اللي احنا بنعمله والاكل والشرب واتلسعت وما اتلسعتش وابو زياد والناس دي كلها والنودلز، لا دي جايه من الفضاء. انت قاعد الشمس بتجيب لك الحراره بتاعتها، الهيت بتاعتها بالكوندكشن. انت رحت مسكت الشمس؟ لا. طب بالكونفكشن؟ لا، ده في فراغ، اصل الكونفكشن لازم يبقى يا ليكويد يا جاز. طب في الشمس في الفضاء، وما بين الفضاء وما بين الارض في حته فضاء، يعني سوري، ما بين الشمس الصن والارض في فضاء سبيس، لا في سوليد ولا ليكويد ولا جاز، حتى مفيش هواء. ازاي الحراره جت لنا؟ ايوه بالراديشن. يبقى الثيرمال راديشن، ودي بروباجيت ان اول دايركشن، بتيجي في كل الاتجاهات، والزاويه نيد ماتيريال ميديم، من غير ما تحتاج وسط، ولا محتاجه سوليد ولا محتاجه ليكويد ولا محتاجه جاز. طيب هنا في شويه كائنات، فاكرين انتوا في الميه وبره الميه برضو بتعمل حاجه اسمها ادابتيشن. ايه ده؟ واحنا هناخد الادابتيشن؟ هناخد الادابتيشن، وحاجه ممتعه على فكره جدا، والله حاجه ممتعه جدا الكائنات دي. يعني مثلا الضفدع ده اسمه الوود فروج. عارفين ليه اسمه الوود فروج؟ الوود فروج دوت اصلا ده بيعيش في المناطق الكولد نورث ريجن، زي الاسكا، زي كندا، اماكن متلجه. طيب
الكائن ده عنده القدره، البادي بتاعته الجسم يعني partially freeze، بيتجمد عشان كده اسمه الوود، بقى خشبه. فالناس احيانا بيمسكوه يفتكروه مات، لا، partially freeze entering deep hibernation، ويدخل في حاجه اسمها hibernation. يدخل في حاجه اسمها ايه؟ hibernation، اللي هي البيات الشتوي. طيب يا مستر، ايه اللي بيحصل؟ الهارت بيوقف النبضات وستوب بريزنج، يعني ميت. سبحان الله، والله اللي يشوف يقول ميت. القلب ما بينبضش، والتنفس ما فيش تنفس، وبيطلع كميه كبيره من الجلوكوز in its vital organs. الجلوكوز بيعمل حاجه اسمها انتي فريز، بيمنع تجمد الاعضاء المهمه، المخ، وبريفنت فورميشن اوف ايس كريستال ان ذا سيل، وبيمنع ان كريستالات التلج تتكون جوه السيل. هو قلبه ممكن يكون وقف والتنفس وقف، ولكن لسه في اعضاء شغاله. عارف انت، كانه في استراحه نايم. عارف انت لما بتنام مخك ما بيشتغلش؟ هو برضو بيعمل حاجه زي كده، بس كمان قلبه اجزاء منها ما بيشتغلش. اللي يجي يدق يسمع كده يلاقي كأن القلب ما فيش نبض، التنفس ما فيش تنفس، ولكن برغم كده هو لا، محتفظ وفي جلوكوز، والجلوكوز ده انتي فريزنج، بيمنع تجمد باقي الاعضاء المهمه. طيب ده ادابتيشن على فكره. النوع الثاني بقى، في نوع من الاسماك اللي هي بنسميها انتاركتيكا ايس فيش. طب الانتاركتيكا دي ايس فيش اللي هي بتعيش في انتاركتيكا، تمام؟ دي يا مستر عندها القدره بتعمل نفس اللي بيعمله الوود فروج، بس من غير الجلوكوز بقى، بتطلع بروتين. بدأت بتعمل ايه؟ دي سكريت انتي فريز بروتين، بتطلع بروتين كده، البروتين ده بيمنع تجمدها، يعني هي عايشه في الثلج بس هي ما تتجمدش. in its blood to prevent formation of ice crystal in the blood cells and tissue. عشان اصل المشكله في المشكله لما السيل تتجمد، الخلايا تتجمد، الخلايا اتجمدت خلاص، الكائن مات. هم سبحان الله الحاجات دي بتطلع مواد، سواء ده اللي هو الوود فروج بيطلع جلوكوز، او الايس فيش بتطلع بروتين بيمنع التجمد. طيب امال بتمتص الاكسجين دايركتلي from water in its blood doesn't contain hemoglobin، تمام؟ بتمتص الاكسجين مباشر، جسمها ما فيهوش هيموجلوبين. الهيموجلوبين هو اللي بيمتص اصلا الاكسجين، عندنا هي ما عندهاش الكلام ده. طيب العكس بقى، ايه رايك الكائنات اللي بتتاقلم في الهاي تمبريتشر؟ يعني احنا عرفنا ان الكائنات اللي بتتاقلم في اللو تمبريتشر اهي حراره، احنا بنتكلم عن الحراره، تعالوا نتكلم على الكائنات اللي بتتاقلم في الهاي تمبريتشر، الديزرت ليزرد. طيب بيقول لي برضو ان extremely hot environment like desert، في البيئه الصحراويه الشديده جدا extremely hot environment like desert بيبقى فيه adaptation behavioral وفي physiological. behavioral زي ايه؟ انت ماشي في مكان حر، بذمتك هتفضل ماشي في مكان حر ولا تدور على ظل؟ هتشوف اي حته ظل. هو seeking shade looking for shade، بيدور على الشادو اريا يعني منطقه ظل. طب ايه كمان؟ هو pouring during hottest part of the day، اول ما الجو يجي الساعه 11 12 عارف انت كانه بياخد ايلوله، يدور على حته ظل كده ويقيل، يستخبى في جحر، يستخبى في مكان المهم يبقى مكان ظل شادو اريا، ويدفن نفسه. pouring during the hottest part of the day. طب الفسيولوجيكال فيتشر او الفسيولوجيكال ادابتيشن او الفسيولوجيكال استراتيجي، ايه الحاجات الفسيولوجيه بقى؟ عنده efficient water retention، عنده قدره على الاحتفاظ بالميه، شرب ميه يفضل محتفظ بيها، فاهم انت؟ water retention. ability to tolerate high body temperature، عنده قدره انه يتحمل درجات الحراره العاليه، عامل زي الجمل كده، حاجات فسيولوجيكال، حاجات جواه في تكوينه. طيب زي مين؟ زي الثورني ديفل ليزرد. الثورني ديفل ليزرد هو اسمه كده علشان اللي بيشوفوا يفتكروا عنده حاجات كده شبه، عارفين انتوا زي افلام الرعب يطلع لك الشيطان عنده حاجتين من فوق كده وانياب وحاجات وحراشيف كده، هو عامل كده فسميناه ثورني ديفل ليزرد. ثورني جاي من الاشواك. طب هو بيعيش في استراليا، تمام؟ ما شاء الله، بالظبط استراليا. has smallest عنده قنوات صغيره في جسمه، القنوات دي هي اللي بتسمح له انه يمتص الميه بجلده كمان. يبقى collect moisture from the air and sand، بيجمع المويستر اللي هي الميه والرطوبه من الهواء ومن الرمل. ميه واقعه في الارض وشويه رطوبه في الجو يقدر يجمعها، سبحان الله. direct the water towards mouse، وبعدين يجمع الميه دي ويوديها للماوس ويخليه يفضل hydrated كأن في ميه في جسمه على طول. بص يا حبايبي، احنا هنبدا نتكلم عن الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري. طيب هي بتحصل الفتره دي، احنا الفتره اللي احنا فيها والفترات اللي فاتت درجات الحراره زياده قوي جدا، ده بسبب الجلوبال وورمنج على فكره، احتباس حراري. تعالوا كده نتكلم شويه
كلام بسيط بس والله. احنا بيقول لي هي constant change in the atmosphere and composition. بيقول لي بسبب التغيرات المستمره في الاتموسفير الغلاف الجوي. وعلى فكره احنا هناخد طبقات الغلاف الجوي بالترتيب وبالتفصيل، تمام؟ بس دلوقتي احنا بناخد بسبب التغير المستمر في الاتموسفير many climatic change، حصل تغيرات كتيره قوي، قلل الابيليتي to maintain the earth surface at the temperature عشان يحافظ على درجه الحراره suitable for life. يعني درجه الحراره المناسبه لينا اللي تفضل مستمره. الموضوع ما بقاش موجود، ما بقاش مناسب. ايه ده؟ يعني درجات الحراره اتغيرت؟ اتغيرت. طب اتغيرت بسبب ايه؟ بص يا حبايبي، احنا عندنا حاجه اسمها بنسميها جرين هاوس افكت. الجرين هاوس افكت دي حصلت بسبب غازات اسمها جرين هاوس جازز. يعني عشان بس ما ندخلكوش في متاهه، احنا عندنا حاجه اسمها جرين هاوس جازز، غازات معينه كده هقول لكم عليها. الغازات دي هي السبب في قص المصايب، هي اللي عملت حاجه اسمها جرين هاوس افكت. ويعني ايه جرين هاوس افكت؟ تحبس الحراره يعني. وفي الاخر عملت جلوبال ايه؟ ايوه كده، جلوبال وورمينج. جلوبال وورمينج. هي مش راضيه تمسح اهي، تمام، مسحتها. طيب هي ايه الحاجات دي؟ زي ايه كده؟ زي الكربون دايوكسيد جاز. انا بتكلم على الجازز، الجرين هاوس جازز، تمام، او جرين هاوس جاز. هم 6. الكربون دايوكسيد جاز اللي بيطلع من المصانع والعربيات، زي النيترس اوكسيد، زي الووتر فيبر، زي الميثان جاز، زي الكلوروفلوروكربون اللي هو السي اف سي، الفريون بتاع التكييفات، زي الاوزون. ايه ده؟ الحاجات دي بتعمل ايه؟ الحاجات دي يا جماعه اسمها جرين هاوس جازز. بتخلي الحراره تدخل، حراره الشمس تدخل بس ما تخرجش. تدخل بطريقه الراديشن. فاكرين مش احنا قلنا كوندكشن، كونفكشن، راديشن؟ هي الحراره بتدخل عن طريق الراديشن. دخلت اتحبست، عشان كده اسمها احتباس حراري. الشمس اهي، ام سوري، الشمس اهي، ماشي، اجيبها لكم في رسمه عاديه. طيب عارفين ان انا بحب الرسومات قوي يعني. طيب الريزر، تمام. بصوا يا حبايبي، ادي الصن الجميله بتطلع الاشعه بتاعتها، والاشعه بتوصل لنا. ادي الارث، المفروض ان دي اللي تبقى بالاحمر ودي بالاسود، بس خلاص بقى. حوالين الارث في غلاف جوي. الراديشن وصل، بيخترق الغلاف الجوي بسهوله، بسبب ان الاتموسفير الغلاف الجوي فيه الحاجات اللي انا قلت لكم عليها، الكربون دايوكسيد والميثان جاز والاوزون والسي اتش 4 اللي هو الميثان والووتر فيبر والسي اف سي والحاجات دي كلها. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل ان هو الحاجات دي، الاشعه، الحراره تدخل ما تخرجش، تيجي تخرج مش راضيه تخرج، مش عارفه تخرج، اتحبست، تفضل محبوسه فين؟ في الغلاف الجوي هنا، فنحس بدرجه الحراره عاليه. معايا؟ هو ده الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، من غير بقى ايه لخبطه ولا كلام كتير ولا رغي فيه. طب يا مستر، هو الجلوبال وورمنج الاحتباس الحراري دوت هيؤدي الى ايه؟ لا، ده بيعمل دينجرس افكت، حاجات خطيره جدا. يعني مثلا بيسيح الايس اللي موجود في النورث بول والساوث بول، ميلتنج البولار ايس، وده لما بيزود درجه الحراره هيسيح التلج، وده يؤدي الى الفلود، الفيضانات، والاكستنكشن، انقراض بعض الكائنات، يبوظ السلسله الغذائيه. طيب ايه تاني؟ سيفير كلايماتيك تشينج، تغيرات مناخيه شديده جدا. يعني مثلا هوريكانز، اعاصير، فلودز، فيضانات، دروت، موجات جفاف. كل ده يحصل، وبيحصل على فكره بسبب الجلوبال وورمنج، الاحتباس الحراري، واحتمال لو ما اتعالجش يزيد الموضوع. طيب في خبر حلو ان هو الحمد لله احنا خلصنا الجزئيه. طبعا انا عارف ان في حاجات كانت ممكن تكون كانت سهله، في حاجات لا كانت صعبه، في حاجات هي تعتبر حفظ، ولكن انا مش عايزها حفظ، انا عايزها فهم، لان في دروس مترتبه على الحاجات دي، في دروس كامله هناخدها. احنا الغلاف الجوي ده هناخد عليه دروس، الاتموسفير، الغلاف الجوي، طبقات الغلاف الجوي، انتوا اتمنى تكونوا فاكرينها، وكده كده هنقولها حتى لو مش فاكرينها، انا عارف انا فاكرين ايه، انا عارف انتوا مش فاكرينها، ولكن ما تقلقوش، هنظبط الحاجه دي كلها مع بعضينا، والموضوع بسيط. ومش عايزكم حفظ، انا عايز فهم، انا عايز تفهم. لو فهمت
انا هعرف اخليك تحفظ بعد كده، وهتعرف انت بتحل كويس، والحل معتمد على الفهم اكتر على فكره في النظام الجديد. فمش عايزكم تبقوا حفظ بس، لا، ونقعد نحفظ، لا، مفيش الكلام ده. ده فهم، انا هفهم، لان في حاجات محتاجه فهم كتير، واسئله محتاجه تفكير كتير، والموضوع ان شاء الله يبقى بسيط وما تقلقوش. وان شاء الله يا حبايبي ربنا يوفقكم للخير يا رب، اللهم امين. عايزكم تستمتعوا بالاجازه واستمتعوا بالدراسه هو طبعا انا عارف انتوا مش هتستمتعوا في الدراسه ولا حاجه، ولكن ما تقلقوش، انا عايزكم بس تعملوا الحاجه فور فن. انتوا كده كده هتعملوها، وكده كده هتذاكروا، وكده كده هتشوفوا الفيديوز، وكده كده هتحضروا الدروس. اعملها وانت مستمتع، علشان حتى ما تحسش بتجدير، وتحس ان انت مش مستفيد بحاجه، وتحس ان انت مخنوق. لا، اعملها وتوكل على الله. انت خلي حتى في كل حاجه انت بتعملها اعملها وركز فيها. وانت قاعد مع زمايلك بتهزر، لا، مركز وبستمتع. وانت قاعد مع اهلك استمتع بيهم. وانت قاعد بتدرس حاول على قد ما تقدر، اصل انت هتعملها، فما تاخدهاش تجديره. ماشي؟ وربنا يوفقك يا رب، اللهم امين. وتبقى سنه سعيده عليكم يا حبايبي، واجازه سعيده. يلا شكرا، سلام.